السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ النهاردة بقى قلت لأ، ده أنا هعمل بقى المكرونة في الفرن. أنا عايزة المكرونة بتاعتي تبقى جميلة كده ومفلفلة زي ما انتوا شايفينها، ولا هسلق بقى، ولا هحط مية واسلق المكرونة، ولا صفي، ولا أي حاجة. هي في حاجة واحدة هتعمليها، يا صينية يا طاجن كده هتعملي فيه. هي مكرونة كده جميلة جميلة، تحفة. والطريقة سهلة يا جماعة، ومش هتاخد وقت معاكي خالص، لأن هي المكرونة مش بتاخد سوا ياما يعني. طريقة جميلة. هنا بقى كنت عاملة بقى كبدة معاها زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة بطاطس محمرة. عايزة تحطي بقى مخلل، طبعا دي حاجة بتاعتك انت بقى، أي حاجة عايزة تعمليها اعمليها. طبعا أكلتنا النهاردة دي سريعة وهتعمليها بسرعة، مش هتاخد منك وقت ولا تاخد منك اي وقت خالص. طبعا دي كبده بالبصل اللي كنت عاملاها معاكم على القناه قبل كده فما عملتهاش. وطبعا البطاطس محمره سهله. انا بس ايه، ان شاء الله كده هتشوفوا طاجن اللي هي المكرونه الفرن دي جميله بصراحه. يلا حطوا لي لايك يا اللي دخل معايا لغايه كده يا حبايب قلبي. حبايب ماما ليلى حطوا لي لايك. بصوا مفرفره وجميله ازاي، شايفين؟ تحفه يا جماعه، واستوت وبقى جميله، والواحده بوحدتها ازاي جميله. هتشوفي الطريقه معايا دلوقتي، طريقه سهله خالص وبسيطه و... وفي اسهل وقت، يعني في يعني وقت سريع سريع. اكله سريعه وبسيطه وجميله. يعني دي اكله مش مكلفه وبسيطه. هنا بقى اول حاجه كده هنقوله بسم الله. هنحطه كده حبه زيت في الحله بتاعتنا. هنا بقى هنحط ايه، معلقتين توم مفروم كده، يعني تفرميه زي ما انتوا شايفين كده. انا كده هقلب بقى التومه بتاعتي، هنحمرها، لان عايزه كده ايه، مكرونه الفرن دي تبقى جميله. بصوا شايفين اللون ده، اللون ده اللي بقى ريحة طالعة بقى بريحة التومة جميلة، التحمير بتبقى ريحتها فواحة وجميلة بصراحة. هنا قلتها كده طبعا ايه، بتحطي بقى ايه، تصفي كيلو طماطم، تضربي كيلو طماطم في الخلاط وتحطيه كده، عشان احنا عايزين بقى ايه المكرونة هنسووها بالكلام اللي بنعمله ده كله، الكلام الجميل ده. هنا زي ما انتم شايفين كده، هحط بقى الفلفل والملح بتاعنا، وهنحط معايا كده ايه، كزبرة ناشفة زي ما انتم شايفين كده. الطريقة جميلة وحلوة يا جماعة، وجربوها كده. يعني كده قلنا التومة وحطينا الصلصة. هنا زودت صلصة تاني عشان حسيت ان مش هيكفي. يعني هو اعملي كيلو طماطم وحطي كوباية مية بس. ده المقادير كيلو مكرونة. وهنا حطيت بقى ايه، معلقتين صلصة كده حلوين، عشان كده ايه يعززوا لنا اللون كده. شايفين اللون الجميل ازاي؟ ولسه ايه، احنا مش هنسبكوها، انا مش هسبكها، انا هغليها. بصي هنا هحط كوبايه ميه بس، كيلو طماطم وكوبايه ميه على كيلو المكرونه. يا دوبك انا هغطي المكرونه بتاعتي كده بالصلصه دي. طبعا انا مش هسبك الصلصه، لان هي المكرونه هسويها في الصلصه دي. يعني الصلصه اللي عاملاها الجميله ديت طعمها جميل بقى. وهحط بقى عليها ايه، تكايه كده تديلها طعم، معلقه خل صغيره. هنا بقى بصوا معايا المكرونه بقى كده زي ما انتم شايفين. طريقة جميلة يا جماعة وسهلة، وما فيهاش اي يعني، مش متعبة يعني، هتعملي ولا هتسلقي ولا تعملي. هنا بقى كملت الكيلو كده زي ما انتم شايفين، كيلو مكرونة. دول كيسين من المكرونة، يعني الكيس نص كيلو، يعني دول كيلو. طبعا بتسيبي بصي مسافة عشان المكرونة هتنفش معاكي. شايفين المسافة؟ طبعا انت عايزة تعملي بقى مكرونة قليمة، مكرونة سباكيتي، عقل صغيرة، طبعا دي بتاعتك. انا كان عندي المكرونة دي عملتها. هنا بقى شايفين هحط بقى الصلصة بتاعتي. لازم اغطي بالصلصة كده كلها. اه هنا فضيتها كلها كده وغطيتها، شايفين؟ هتغطي بس بالصلصة كده. كده بقى ايه، هتبقى طريقة وريحتها بقى تحفة. الصلصة بقى كده ريحتها جميلة. والتكاية بقى حبة خل صغيرين، معلقة صغيرة خالص. حطها في الفرن بقى. هنا شايفين بعد ما طلعت من الفرن يا جماعة، ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا نفشت كده وجميلة. لازم تحطي، لو عملتيها في صينية لازم تسيبي ايه، يعني قيمة كده يعني، صبعين كده يعني، قيرتين يعني كده، بحيث ايه المكرونة طبعا بتستوى بتنفش. شايفين كان البرام
او الطاجن ناقص حبه ياما. بصوا نفشت ازاي واستوت وبقت مفرفره وجميله بقى. لا هتسلقي بقى ولا هتتعبي نفسك، حطي كده كله في الفرن على طول. ومفيش يا دوبك ربع ساعه هتلاقيها استوت، لان المكرونه مش بتاخد سوا، تستوى بسرعه، والفرن طبعا بيساعد على ان هي تستوى بسرعه. والطاجن كمان هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، بطاطس محمرة بقى جنبها، حطي ترشي، حطي مخلل، اللي انت عايزاه. احنا بقى بنحبوا الكبدة كده بالبصل، فعملت بقى جنبها كده الكبدة ديت زي ما انتم شايفينها كده، وعملت البطاطس المحمرة. وطبعا جنبها ترشي كده يعني. نوعي وشكلي، وطريقة سهلة، في 10 دقايق هتعملي أكلة جميلة، أحلى أكلة، ولا ربع ساعة هتكوني خلصتي الأكلة الجميلة دي. ايه رأيكم فيها بقى؟ مستاهلش لايك كده بقى وتعملوا لي متابعة كده في القناة عشان ترفعوا لي الفيديوهات بتاعتي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. وبشكر اي حد دخل عندي من جوه مصر او بره مصر، القناه شرفني ونورني. بصوا شايفين مفرفره وجميله ازاي؟ تحفه يا جماعه، تحفه وسهله خالص وبسيطه، وفي اي اقل وقت هتعملي الاكله الجميله دي. اكله سهله خالص. طبعا الكبده دي عندكم،